انا عندي مهندس على الطريق الدايري، مدير منطقه ومدير المشروع بتاع الطريق الدايري، عنده 52 سنه، بياخد 12000 جنيه. او مدير المشروع الدايري اللي انا مسهره وشغله 24 ساعه، ولو روحت وسبته بعد شويه كلمه التليفون يقول له عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه، ومشغله 24 ساعه بياخد 12000 جنيه. عبد، حرفيا عبد، مش شغال 24 ساعه وما اروح اكلمه في البيت كمان. اتعرض عليه من شركه بتشتغل معاه في الطريق الدايري 60000 جنيه. 60000 جنيه يعني كام؟ 5 اضعاف. وعنده 52 سنه وعنده مشاكل وعنده مصاريف. فيعمل ايه؟ يروح. انا بقى دلوقتي بعمل ايه؟ اروح متصل بصاحب الشركه الفلانيه، يا حاج سعيد المهندس محمد عادل جاي لك من شركه النعمه اترك، اقول له ما يتعينش كده بالفرده بالدراع. بالدراع ما يتعينش عندك. يعني ده مش ظلم؟ يعني انت لما يبقى عندك موظف انت مش قادر تديله الراتب اللي يعيشه باعترافك، ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب رزق في مكان تاني فانت تروح تقفله. الناس بتضحك على ان دي شطاره. دي مش شطاره. طب ما انت عندك خريجين، ما تعين الخريجين، ما تعين الناس. ده ظلم. ده الفيديو ده كان من 3 سنين وطبعا عدى ولا عادي. ما هو بصوا يا جماعه، هو مفيش فايده. يعني طبعا ان انت تتكلم مع مسؤول او ان انت توجه الكلام لمسؤول ده نوع من انواع الهزار. يعني مش طالع عامل الفيديو ده اتكلم مع مسؤول. النهارده كان في ايه بقى؟ شويه هتتظبط. انا بوعدك هتتظبط. يعني كان المفروض يجي يوقع طبعا. وزوق ولا لا ما زوغش، هو خد اجازه. ممكن اكون متفهم الناس اللي بيضحكوا دول ان هم خايفين يقعدوا جنبه في البيت. احنا لو ما ضحكناش هنقعد جنبه في البيت وهو مش هيجي يصرف علينا. بس يعني اذا لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. خد اجازه؟ هو خد اجازه. نعم. طب هو خد اجازه، انا هعمل ايه فيه حضرتك؟ هتعمل ايه؟ هسيبه اجازه على طول. الراجل يا جدعان خد اجازه، يمشي. هسيبه اجازه طبعاً. على طول خلاص. يمشي. ايه المشكله؟ يعني المشكله لما موظف ياخد اجازه اقوم انا جاي ممشيه فيها حاجه؟ دي ولا اي حاجه تضحك زي ما هم بيضحكوا كده. الموضوع يضحك، كوميدي. يعني هو كوميدي فعلا. وانا هنا انا في الفيديو ده انا مش بوجه الكلام ده للمسؤولين لانه مفيش فايده. لكن انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده ايه؟ ان انا شفت كومنتات بتقول له جدع. جدع على ايه يا ابني؟ جدع على ايه يا حبيبي؟ من حق الموظف انه ياخد اجازه، من حق الموظف انه يرتاح، من حق الموظف انه يصحى الصبح لقى بعد الشر عنده مصيبه، قعد للمصيبه، حد مات، حد عيا، حد يا عم ما صحى الصبح مش قادر يروح الشغل، يا حق اجازه، حقه. مش قصه يعني ياخد اجازه يقوم انت جاي ذبحه قاطع له رقبته والناس تقول الله جدع. لا يا حبيبي مش جدع. لا مش جدع. ولو انت مش قادر ان انت تقول كلمه الحق ما تطلعش تمسك الطبله، ما تطبلش. في حكمه كده كانت بتتقال لنا واحنا عيال صغيرين اللي هي ايه؟ اكلت يوم اكل الثور الابيض. الدنيا دي دواره. يعني هي النهارده انت حقه الله ده كلام جميل جدا، هيدور عليك بقى الكلام الجميل جدا ده وهتيجي على دماغك والناس هتقول برضو الله ده كلام جميل. محدش هيقف معاك عادي، يعني انحرق بجاز. فلا ده كلام مش جميل، ده كلام مش حلو، ده ظلم، ده مش حلو ده ابدا. يعني خصوصا ان البلد ما عدمتش الكفاءات وما عدمتش المهندسين اللي في البلد، وكليات الهندسه بتخرج مهندسين. يعني ما في مهندسين في البلد يعني.